ويمكن ده أكتر حاجة دلوقتي بيحتاجها الطالب اللي هو بقى خلاص التكنولوجيا جزء من حياته، هو بقى طالب ملول، ما بيحتاجش بس إن هو يقعد طول الوقت إن هو معاه بيبر وبنسل وقراية، على قد ما هو دايما بيتساءل ويقول هو أنا وات فور. طب ليه جينيسيس بتقول على المناهج بتاعتها إن هي فريدة من نوعها أو مختلفة؟ أهم حاجة بتخلي المناهج متميزة في جينيسيس هي طريقة تطبيقها، لأن جينيسيس بتتعمد إن هي تعمل بالانس ما بين 3 areas أساسية. الاريا الأولانية هي النولج أو المعرفة، الاريا الثانية اللي هي الفاليوز والمبادئ اللي مرتبطة بالباك جراوند بتاعة الطلبة، والاريا الثالثة وهي الأهم تطوير السكيلز أو المهارات عند الطلبة. فما بيبقاش المنهج عندنا مقتصر على مجرد مجموعة من الدروس أو المعلومات اللي الطالب بيكتسبها من غير ما يقدر يطبقها أو يترجمها في مهارات. هي جورني كاملة يعتبر الطالب بيخشها من أولها لآخرها. exactly. ويمكن ده أكتر حاجة دلوقتي بيحتاجها الطالب اللي هو بقى خلاص التكنولوجيا جزء من حياته، هو بقى طالب ملول، ما بيحتاجش بس إن هو يقعد طول الوقت إن هو معاه بيبر وبنسل وقراية، على قد ما هو دايما بيتساءل ويقول هو أنا وات فور، أنا ليه بدرس ده، ليه بتعلم ده. فلو المدرسة مش قادرة إن هي تحقق التوازن ما بين الربط ما بين الطالب بيتعلم إيه وإزاي بيأبلاي أو بيستخدمه في الحياة الفعلية، هنقدر نقول إن المنهج توقف عن تحقيق دوره الأساسي وهو الريل لايف أبليكيشن.